أكثر الحوادث بتكون في رمضان، وبالأخص قبل المغرب. رمضان هو شهر جنة وشهر سكون، ما هو الشهر خلاص وقت المغرب هذا بيطير الواحد طيب. والله إنه أول من أمس أنا جازعي بالخط اشتي أقطع الخط، ما قدرت من السيارات قبل يعني وهو بيذن المغرب. الناس ماشيين ريح، ما كنت أشوف السيارة، ما كنت أشوف إلا الهواء. لو جزعت حتى خطوة ودفت، موت على ايش؟ على اساس تمره. انصح كل سايق انه اذا هو متاخر ولا هو يشتي يتاخر بالسوق، يتاخر في اي مكان، عاد معه عمل متاخر، يبز له تمره ويصلي على النبي وهو شهر صوم، مش يصطم له اي شخص ولا يفعل اي كارثه ويرجع يندم طول عمره. وعاد هذا ذي يخرج بعد العصر في السلاح، خلاص ما يبصر اي مشكله الا وسعي يشتي ينثرها. ما لا علم انه السلاح بعض الاحيان يحملك جرائم الولد، خلاص ما عاد تمشي شم الحياه. السلاح هو يذمر، زارت حين تفعلك يا قتلت ولا سلبوك ولا ذمره. في رمضان يكون له أريحية، بروح رياضية، تستبشر مع الناس، تسامح، أخلاق، ذوق. هو يعلمنا معنى الصبر، مش قالوا خلاص أنا صايم أفجر لي الناس وسطومهم وهذا أسعى ضاربه. لا هذا ما حبيت أقوله، والسلام عليكم.